مشاهدينا الكرام، بشكل عاجل من مدينة الدار البيضاء، حريق يلتهم مجموعة من السيارات بإقامة سكنية بمنطقة مدينة الدار البيضاء واستنفار أمني وكذلك حضور رجال الوقاية. يعني هذا الحريق اللي خلف يعني خسائر مادية مهمة اللي مازال يعني الناس ديال الوقاية كيحاولوا جاهدين أنهم يطفئوا العافية بمنطقة الدار البيضاء وبالتحديد من منطقة الحي المحمدي عين سبع. محاولة لرجال الوقاية من أجل السيطرة على الحريق. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حريق مهول بإحدى المحلات لإقامة سكنية، جراج لإقامة سكنية السيارات. يعني الأمر يتعلق بالسيارات في محاولة وجهود مكثفة لرجال الوقاية من أجل السيطرة على الحريق. كما كتبوا معنا واحد الاستنفار اللي هو كبير. الدخان يعني كثيف. مشاهدي أمس جيفانت قطر، أهلا وسهلا بكم من مدينة الدار البيضاء. الله يحضر السلامة، الله يحضر السلامة يا ربي يلطف، لأن مازال رجال الوقاية كيحاولوا جاهدين. جابوا خرطوم آخر باش يوصلوه، يعني باش يحاولوا يوصلوه يعني بداك المد القوي، لأن ما حاول ولو الكمبريسور ديال الكاميون فهو ما سيطرش عليها. كيطلبوا حتى من الشرطة أنهم يرجعوا اللور ورجال ديال السلطة. الامر يتعلق يعني بالسيارات المتخلى عنها لتحت بهذا الكراج هذا، وديما كنقولوا انه كيكون اي 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 يا ربي السلامة السيد داز الدرية، يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. واو 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 واو، الدرية نازلة من السيارة، واه حرج عليها مولاها. الدخان اللي خارجه أستاذ عديد يعني معنا يعني الله 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 الله. السبب هو السيارات اللي متخلى عنها في المرعب، مجموعة ديال السيارات اللي متخلى عنها ما كيستعملوهاش الناس وكيخليوها هنايا. والله يحد الباس، الله يحد الباس. السي عادل كي داير بخير؟ الساكنه كلها طات هنايا، الساكنه كلها خوات الموبل. واو واو واو، باش ما تنتشرش يعني هاد الادخنه والنيران عبله اللي كاين الناس مخرجه التسجيلات ديالها. إذن مشاهدينا الكرام، للتذكير مجموعة من السيارات المتخلى عنها في وحدة سكنية بعين البرجة كتشعل فيها النيران، ورجال إقامة الفجر ورجال الوقاية في سباق مع الزمن من أجل إخماد الحريق. كل شيء يعني كاع السلطات كل شيء يعني شاركوا هنايا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يلطف والله يحد الباس.
يعني تجمهر كبير للساكنه، الساكنه كلها خرجت من الموبل. إذا مشاهدينا الكرام، الى هنا انتهينا البث، الى حين بكم بث اخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص الموضوع. دمتم على خير.